صباح الفل. ايه رأيكم في الضي البني الحلو اللي في شعري ده؟ انا عملت حنة، اي نعم هي يعني الحنة دي طلعت حوار وطلعت بهدلة والكلام ده كله، بس نتائجها حلوة قوي. كلنا عارفين فوائد الحنة في تغذية الشعر وتطويل الشعر وتدقيق الشعر وحاجات كتيرة قوي. فحبيت ان انا اعمل الحنة واظبط بيها شعري، وفي نفس الوقت اديله ضي لونه بني حلو كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا انا كده بعد ما غسلت الحنه وما حطيتش عليها اي حاجه خالص لسه. فتعالوا بقى اوريكم ازاي انا عملت الحنه علشان خاطر اخد بيها اكتر فايده لشعري، واوريكم كمان التريكات اللي ممكن تحطيها على الحنه عشان خاطر تديكي نتائج حلوه جدا. في نفس الوقت لو انت عاوزه الضي اللي لونه بني الحلو ده هقولك انا حطيت ايه بالظبط. قبل ما اقول لكم انا عملت الحنه ازاي، الحنه من الحاجات الامنه جدا على الشعر، بالذات لو كانت حنه مش اللي في الاكياس اللي هي كده، لا حنه طبيعيه. الحنه ممكن تكون بديله امنه جدا بالنسبه للناس اللي بتحب تغير في الوان شعرها. طبعا هي ما بتديش لون دايم، بتدي لون يعني ممكن يقعد له مثلا بتاع شهر ولا حاجه، بس انت ممكن تعمليها كروتين كل شهر او كل 3 اسابيع تعملي ماسك الحنه ده وتفضلي محافظه على اللون في شعرك. فتعالوا بقى، يلا بينا. تعالوا بقى نبتدي. هي دي الحنه اللي انا استخدمتها، دي حنه بلدي عاديه لكن مخلوطه باعشاب علاجيه للتساقط وتتقيل الشعر. اول حاجه بجيب بوله كده بلاستيك وابتدي افضي فيها. البوله دي تكوني مستغنيه عنها لان اللون هيثبت فيها بتاع الحنه. في نفس الوقت كمان يا ريت تكون بلاستيك او خشب، ما تكونش حاجه معدن يعني. اول حاجه فضيت الحنه زي ما انتم شايفين، وهبتدي احط عليها الحاجات اللي انا هقول لكم عليها. انا حطيت معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وحطيت معلقه كبيره من المايونيز عشان يرطب الشعر. بعد كده حطيت معلقتين من البن، وبعد كده طبعا حطيت معلقتين من خلطة الزيوت بتاعت ريتاليا بتاعت تتقيل وتطويل الشعر، وحطيت شوية من تونيك الشعر بتاع ريتاليا اللي بالروزماري. وبعد كده ببتدي احط مية واعجن في الحنة لغاية ما الحنة كلها تدوب كده. تركاية مهمة قوي وهي خل التفاح. انا بحط معلقتين خل تفاح علشان خاطر يثبت اللون، وفي نفس الوقت خلي التفاح بيدي لمعة حلوة قوي في الشعر. بعد ما تغسليه الحنة، انا سبت الحنة تخمر حوالي 4 ساعات او 3 ساعات. بعد كده ببتدي ان انا البس جلافز، وخلوا بالكم الحنة بتثبت جدا في الايدين وفي الجلد. ابتديت ان انا اخد حبة زيت جوز هند واحط على الحته بتاعه الجلد كله اللي هيكون ممكن الحنه تقع عليه، زي الجبهه زي الودان زي رقبتك، كل الاماكن اللي ممكن الحنه تنقط فيها وتعمل لك بهتين كده في الجلد. كل الحاجات دي انا حطيت فيها. ممكن تحطي زيت زيتون، ممكن تحطي فازلين، المهم ان هي حاجه ما تخليش الحنه تنشف على جلدك. تمام. بعد كده ببتدي ان انا اقسم الشعر خصلات. قسميه بقى زي ما انت عايزة، يعني تقسميه 4، تقسميه 6، تقسميه خصلة خصلة زي ما انت عايزة. باخد واحط على الشعر من بعد الجذور. طبعا زي ما انتوا شايفين انا ببتدي ان انا افرك كده في الشعرايه بالحنه علشان خاطر كل الخصله يكون واصل لها الحنه وتدخل جوه الخصله اللي انا ماسكاها في ايدي. طبعا مش محتاجة أكد عليكم وانتوا بتحطوا الحنة تخلوا بالكم لأنها بتبهدل الهدوم، فتلبسي أي حاجة عندك قديمة في البيت. زي ما قلنا ان الحنة دي ممكن نعتبرها ان هي ماسك كل 3 اسابيع او كل شهر، هتبقى حلوة جدا للشعر. وتحطي كمان معاها، في ناس بتحب تحط معاها زبادي بيبقى حلو جدا في الترطيب، وفي ناس بتحب تحط معاها حمام كريم برضو بيبقى حلو جدا في الترطيب. المهم ان احنا لما بنيجي نستخدم الحنة بنستخدمها على شعر يكون نظيف. انا شعري كنت غسلاه بالشامبو ومنضفاه وما فيهوش اي زيوت خالص محطوطة عليه، علشان خاطر الخلطة بتاعت الحنة هي اللي تبقى موجودة على شعرك، عشان بعد ما تيجي تغسلي الحنة كمان ما تغسليش بشامبو. ده شكل الحنة خلاص بعد ما انا خلصت توزيعها على كل شعري. ابتديت ان انا المها زي كحكة كده. بعد كده بقى جبت مسكرة قديمة وابتديت ان انا اخد منها ومشط بيها حواجبي، بتدي برضو يعني تتقيل سنة كده للحواجب، وبتدي لون حلو يكون ماتشنج مع الشعر. بمسكرة قديمة كده وابتديت ان انا امشط
حواجبي. وبرضو نفس الكلام بشيل كل الزيادات بعد كده علشان خاطر الجلد ما يغمقش او الجلد ما يلقطش حنة كده زي بقية الشعر. بعد ما هخلص هسيب الحنة على شعري حوالي 4 ساعات. كل ما تسيب الحنة على شعرك كل ما يكون افضل. هتسيبيها 4 ساعات 5 ساعات، بتحطي بقى بونيه بلاستيك عليها وتربطيها بحاجة وتسيبيها، وبعد كده تغسليها بس بحمام كريم، ممنوع الشامبو.